أنا عايز أقول لكم سر. أنا بصراحة باحب الإخوان، أصلهم ناس طيبين، محترمين، مسالمين، وعندهم عقول توزن بلد. لأ ما تستغربش، يعني أنا مش عايزك تقلق، أنا مش AI ولا غيرت توجهاتي. دي كدبة إبريل يا عزيزي. أنت عارف بقى إحنا متعودين في الشهر ده نهزر مع بعض كده، نقول حاجة مش حقيقية ونضحك عليها. ده اللي بيعمله الناس الطبيعيين في العادي، إنما الإخوان بقى بيكدبوا في شهر ابريل بجد. وبصراحه يعني جيت للحق، هم مش بيكدبوا في شهر ابريل بس، هم بيكدبوا في ال 12 شهر كلهم. جماعه ارهابيه زي دي متربيه على الارهاب، فدايما عطشانين للاذى والشر بكل اشكاله. يعني مش الكذب وبس، بشويه سيرش كده هتكتشف ان شهر ابريل من سنه 2014 لحد 2022 الاخوان عملوا فيه اللي ما يصدقوش عقل ولا يستحملوا قلب. شهر أعياد وفرحة ومناسبات قرر الإخوان إنهم يرتكبوا فيه أفظع الجرائم، ولأنهم لسه بيكذبوا وبيقولوا إنهم مسالمين وإن الدولة المصرية جاية عليهم وعلى قيادتهم. فأنا النهاردة هحكي لك شوية عن كذبهم، هقول لك عملوا إيه في شهر إبريل على مدار 10 سنين فاتوا. أنا لؤي الخطيب، ودي حلقة جديدة من انحياز. بعد ما الشعب المصري نزل ضد الإخوان غير المسالمين، والجيش المصري الحمد لله مشاهم بإرادة المصريين من الحكم، الإخوان مسكوا ورقة وقلم، بس مش عشان يحطوا خطة يطوروا بيها مثلا البلد، أو يحاولوا يصلحوا اللي بوظوه، أو يحاولوا يحسنوا علاقتهم بالشعب المصري. لا لا لا، مفيش منه ده. لكن مسكوا ورقة وقلم وقعدوا يحطوا بقى الخطة علشان يعرفوا ازاي يخربوا مصر ويدمروها. وعملوا ده بأفظع الجرائم وأقذر الطرق اللي فيها ترويع للمدنيين الأبرياء، وطبعا يعني المسيحيين في القلب من الحكاية دي. ليه؟ علشان هم شغلهم الشاغل إن الفتنة الطائفية تشتعل جوه الشعب المصري. ده من أهم الأهداف اللي تخليهم يوصلوا للي عايزينه من زمان، إن البلد دي تقع وتتطربق على دماغ شعبها. حاولوا بكل الطرق يأذوا الجيش المصري والشرطة المصرية. ليه؟ علشان دي الصمامات اللي بتحافظ على أمن وأمان البلد. الكلمتين دول الجيش والشرطة بيجيبوا حساسية للإخوان. الإخوان أصلهم يحبوا الفوضى، بيتغذوا على عدم الاستقرار، هوايتهم المفضلة التخريب، يعجبهم جدا الحال المايل عشان يعرفوا يشتغلوا براحتهم، وبيسعوا دايما انهم يقتلوا اي بطل شريف وطني مخلص بيحافظ على بلده. طب تعالوا نتكلم في وقائع. في ابريل 2014 الاخوان عملوا تفجيرات في محيط جامعة القاهرة وميدان النهضة، وبسببهم استشهد العميد طارق المرجاوي واتصاب كمان 5 ضباط. وفي نفس الشهر والسنة كان العميد أحمد زكي نازل من بيته رايح يأدي واجبه، وقبل ما يركب عربيته كان متعود يوميا إنه يأكل الطيور والحيوانات اللي موجودة حوالين بيته، وبعد ما أكلهم ركب عربيته وللأسف انفجرت واستشهد على إيد تنظيم أجناد مصر التابع للإخوان اللي كان زارع عبوة ناسفة في عربيته. جرايمهم ما وقفتش عند الضباط الكبار، لا، دول كانوا بيستهدفوا حتى الشباب في الكلية الحربية. يعني في 15 إبريل 2015 طلاب واقفين قدام الاستاد الرياضي في كفر الشيخ مستنيين عربية تنقلهم لكليتهم بعد الأجازة، لكن فجأة انفجرت عبوة ناسفة استشهد بسببها 3 طلاب، وهم محمد عيد عبد النبي وعلي سعد زهني وإسماعيل محمود عبد المنعم، واتصاب 5 تانيين. واتجمعت أشلاء وقتها ما تحددش هوية صاحبها. وفي 1 إبريل 2017 حصل انفجار قدام مركز تدريب قوات الأمن في طنطا على إيد حركة لواء الثورة اللي عملها القيادي الإخواني الإرهابي محمد كمال. انفجار راح بسببه أمين شرطة، وصاب 12 من رجالة الشرطة، بالإضافة ل3 مدنيين كانوا بالصدفة معدين في المكان. وفي نفس الشهر والسنة هجم الإرهابيين على واحدة من نقاط التفتيش القريبة من دير سانت كاترين في جنوب سيناء، هجوم بسببه استشهد أمين شرطة واتصاب 3 أشخاص إصابات كبيرة. وفي 9 إبريل 2017 وتحديدا في مدينة طنطا
جوه كنيسة ماري جرجس كان إخواتنا المصريين المسيحيين بيحتفلوا بأحد الشعانين، أحد السعف. أطفال بيجروا ومبسوطين، وكبار سن ماشيين وساندين على بعض وفي إيديهم كتاب للصلاة. ناس فرحانة بعيدهم عادي يعني، وداخلين يصلوا لربنا. فجأة دخل لقاعة الصلاة إرهابي واضح إنه ما يعرفش ربنا، فجر نفسه وبسببه مات 30 بني آدم واتصاب أكتر من 70 واحد كانوا بيحتفلوا بالعيد. وفي نفس اليوم برضه في اسكندرية حاول إرهابي إنه يقتحم الكنيسة المرقسية وفجر نفسه عند البوابة بره، وده أدى لموت 17 شخص وإصابة 48 إنسان تاني، ناس ما كانتش بتعمل أي حاجة. الإرهابي ده كان بيحاول يدخل جوه الكنيسة علشان يموت عدد أكبر، لكن منعوا 3 أبطال من قوات الشرطة. اللواء نجوى الحجار أول سيدة تنال شرف الشهادة في تاريخ الشرطة المصرية، واستشهد معاها الرائد عماد الركايبي وأمين الشرطة نسيم بخيت. منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة وضحوا بحياتهم علشان ينقذوا مئات البشر. الإخوان اللي قرفونا بصياحهم وكتبوهم ليل نهار عن حقوق الإنسان هم أول ناس ما يعرفوش أي شيء لا عن الحقوق ولا عن الإنسانية. أنت متخيل أنه في 9 إبريل 2019 الإخوان بعتوا عيل إرهابي عنده 15 سنة، الجماعة غسلت له دماغه وأقنعته يعمل عملية انتحارية، فالواد راح لسوق شعبي في مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء وفجر نفسه. فجر نفسه وسط قوة أمنية ومواطنين مدنيين، وده أدى لاستشهاد 7 مواطنين منهم 4 من رجال الشرطة، واتصاب 27. ومن أكتر الحاجات اللي توجع في واقعة زي دي هو استشهاد الطفل لقمان سليمان علي اللي عمره 4 سنين وقتها، واتصاب طفل تاني اسمه صلاح كان عمره 9 سنين وقتها، وبسبب الشظايا ما بقاش عارف يمشي. وابن عمه الطفل علاء فقد عين من عيونه. الدناءة والحقارة وصلت بيهم إنهم يستغلوا وقت زي كورونا الناس تعبانة فيه، وكانوا بيخططوا في الوقت ده تنظيم الإخوان والتنظيمات المتحالفة معاهم. أصل كلهم واحد، مفيش أي فروقات. الإخوان زي داعش، كلهم ولاد سيد قطب. المهم إنهم كانوا بيخططوا لعمليات إرهابية كتير. يعني في 14 إبريل 2020 رصد قطاع الأمن الوطني خلية إرهابية في الأميرية تابعة لحركة حسم بتاعت الواد يحيى موسى. الخلية كان معاها كمية أسلحة ومتفجرات كبيرة جدا. كانوا عايزين يستخدموها في إيه بقى؟ كانوا عايزين يعملوا عمليات تخريبية في البلد، لكن أبطالنا في الشرطة المصرية نجحوا في السيطرة عليهم وتصفية 7 إرهابيين. لكن للأسف استشهد المقدم محمد الحوفي، ده أب الطفلين، ضابط كان اتصاب قبل كده في رجله بطلقة في 2016 في عملية الوراق، لكن رغم إصابته رفض إنه يقعد على مكتب وقرر إنه ينزل يواجه الإرهابيين ويدافع عن بلده. ضحى بنفسه علشان يمنع كوارث كان ممكن بسببها تروح مئات الأرواح البريئة. الإخوان اللي المفروض بيتكلموا باسم الدين هتلاقيهم بيقتلوا عادي في نهار رمضان. يعني في إبريل 2020 وفي جنوب مدينة بير العبد كان في مدرعة جواها أبطالنا من القوات المسلحة، انفجرت فيهم عبوة بسببها استشهد 10 أبطال. وفي 19 إبريل 2021 ذراع الإخوان المسلح في سيناء اللي هم الدواعش نشروا فيديو وهم بيعدموا المواطن نبيل حبشي سلامة، راجل كبير عنده 62 سنة، قتلوه بالرصاص. ليه بقى؟ نبيل حبشي كان تاجر، إنسان بسيط عايش في مدينة بير العبد، وكان مشهور بحبه لوطنه وأهل بلده، وكان باني كنيسة عشان الناس تعبد ربنا فيها، لكن اتقتل على إيد الإخوان. الإخوان في نفس الشهر والسنة قتلوا 2 من أبناء قبيلة البياضية. قتلوا الناس دي كلها علشان تهمة غريبة جدا، تهمة شرف لأي إنسان طبيعي، لكن بالنسبة للإخوان طبعا هي سبة كبيرة جدا. الناس دي من وجهة نظر الإخوان طبعا أجرموا وخانوا عشان بيتعاونوا مع جيش بلدهم. قول لي فين الإنسانية وهم في 2 إبريل 2022 أعدموا بالرصاص مدنيين في قرية الهميصة جنوب بير العبد في شمال سيناء، والإخوان دايما مصممين على إنهم يقتلوا فرحة الناس، زي اللي حصل في 7 إبريل 2022. كان القمص أرسينيوس وديد في اسكندرية مع مجموعة من الشباب خارجين في رحلة ترفيهية على الكورنيش، عادي شخص مسالم خارج مع ناس مسالمين يشموا شوية هوا.
فجأة يطلع عليهم إرهابي تابع للجماعة ويطعن الراجل بالسكينة في رقبته. أنت متخيل الإرهاب والوحشية؟ ولما تيجي تسأل حد من جهبذة الإخوان وتقول له أنتوا بتعملوا كل ده ليه؟ فيرد عليك برد يعرفك قد إيه هو مغيب، رد يأكد لك إنه ما يعرفش الألف من كوز الذرة، يقول لك دفع الصائل. طب تعالوا نفصص الكلمتين دول كده اللي هم أصلا مش فاهمينهم الإخوان، ولو فهموهم هيكتشفوا مفاجأة هقولها لك دلوقتي. دفع الصائل في اللغة والشرع معناه إنك بتمنع شخص بيعتدي عليك من إنه يحقق جرايمه. الصائل ده الشخص الظالم البلطجي اللي بيجي على حق غيره. دفع الصائل إن حد بيهاجمك فأنت ليك الحق تدافع عن نفسك ومالك وعرضك وبلدك ودينك. يعني دفع الصائل رد فعل مش فعل. مش بيتشبهوا كده على الكلمتين دول؟ يعني بينطبقوا على مين؟ بالظبط شطور يا إخواني. انتوا الصائل اللي احنا الحمد لله خلصنا منه ومحينا جذوره من على أرضنا. اللحظة دي لحظة مهمة قوي، لحظة مهمة في تاريخنا. شجرة المحبة اللي احنا غرسناها مع بعض، محبتنا لبعضنا البعض، الشجرة دي لسه عايزة يتحافظ عليها ونخلي بالنا منها ونكبرها لغاية لما ثمارها تخرج من مصر للعالم كله، اللي هي المحبة والتسامح والتآخي بين الناس وبعضها. عزيزي المواطن المصري الشريف، لو جيت النهاردة تشوف كل الأماكن اللي كان الإخوان عايزين يدمروها زي ما حكينا كده، وطبعا السنة مليانة شهور فيها جرائم كتير، هتلاقي كل الأماكن دي الحمد لله زي ما هي، أو لأ هي كمان حصل فيها تطوير. الكنايس اللي في المحافظات على مستوى الجمهورية هتلاقيها متأمنة واتطورت كمان واترفع كفاءتها عشان تليق بأهالينا اللي بيروحوا يعبدوا ربنا فيها. لو رحت ميدان النهضة وجامعة القاهرة اللي كان الإخوان بيحاولوا يدمروهم هتلاقي المكان منور بضحكة الطلاب اللي ماشيين مبسوطين ومطمنين ومش قلقانين. لو رحت المحافظات والمدن الحدودية هتلاقي الدنيا اتربطت واتطورت وشبكة الطرق بقت تمام والمدن دي الحمد لله آمنة. عارف كل ده حصل ازاي؟ الجيش والشرطة بكل أجهزتهم وأفرادهم دخلوا في معارك طويلة لسنين عشان يستأصلوا الإرهاب من جذوره ويرجعوا لنا مصر تاني بلد الأمن والأمان. وده اللي حصل فعلا، والناس بقت ماشية مطمنة. حتى لو لا قدر الله حد اتعرض لمشكلة زي أي مجتمع ممكن يبقى فيه مشاكل، بقت الناس واثقة في وزارة الداخلية وفي دورها، وبقوا يستنوا صفحة وزارة الداخلية علشان تقول لهم إن اللي عمل المشكلة أهو منور واتقبض عليه. وأنا سامعك من هنا يا اللي بتسأل، هنفضل نتكلم عن الإخوان لحد إمتى؟ هنتكلم لحد ما السرطان ده يختفي من الكوكب. كل اللي أنا حكيته لك في الحلقة دي كان جزء صغير قوي من جرايمهم اللي عملوها في شهر واحد بس في السنة، لكن لو مسكنا شهر وسنة من أول ما التنظيم اتعمل هتندهش من كمية التدمير والشر والخراب اللي عملوه واللي كانوا عايزين يعملوه والدولة منعتهم. جرائم لو قعدنا سنين نتكلم عنها مش هتخلص. شوف كام واحد قتلوا الإخوان، كام حلم اتدمر بسبب الإخوان، وكام ضحكة اتطافت بسبب الإخوان. مفيش محافظة في بلدنا إلا وفيها شهداء بسبب الإخوان. واجبنا إننا نفضل نتكلم عنهم. إذا كان هم الكذابين المدلسين بيتكلموا بالكذب ليل ونهار علينا، هنيجي إحنا صحاب الحق ونسكت؟ لا طبعا، هنفضل نتكلم علشان هم بيراهنوا على الزمن وعلى إن الناس تنسى. إحنا بقى دورنا إن الناس ما تنساش. وفي النهاية عايز أفكرك، مفيش حاجة اسمها حياد، الكل منحاز لقناعاته وبيدافع عنها بكل قوته، وأنا منحاز لبلدي ومصلحتها، ومن حقي أنا وكل اللي زيي نعبر عن قناعاتنا بالعقل والمنطق والمعلومة. أشوفكم الحلقة الجاية.